والدة المغدور الإعلامي اللبناني مازن دياب، بدنا نقول لك عوض بسلامتك باسمنا وباسم أسرة خبر عاجل، باسم كل لبنان والعالم العربي. الله يسلمك. أنا بدي شو اسمه، نسيت اسمه والله مضايق. وزير الخارجية. بدي من وزير الخارجية إنه ياخذ لي حق ابني، بس ياخذ لي حقه، بس ما بدي أكتر شيء، بدي ياخذ لي حقه. مدام نحن مش حنفوت معك بتفاصيل، حكي مالك، بعرف وضعك، بعرف قديش انت يمكن نحن اذا اصحابه منهارين نهارنا وكثير كنا مقهورين على هذا الموضوع. انت والدته الله يصبرك يا رب، وان شاء الله باذن الله القضاء بياخذ حقه وحق ابنك. شو بتقولي للقضاء الاردني اليوم؟ أنا بدي بس عذبهم مثل ما عذبوا ابني، بدي شوفهم الأربعة عذبهم مثل ما عذبوا ابني، بدي أحرق قلب أهلهم مثل ما حرقوا قلبي، ما بدي أكتر من هيك، بدي أحرق لهم قلبهم الأربعة، أنا بدي أقتلهم، أنا بإيدي، أنا مش الدولة، أنا بدي أقتلهم. الأردن كله أنا ما بيأثر علي بابني، ما بيعود لابني أبدا. أنا اللي بدي. كنت عندك امبارح قلتي لي انه قال لك مازن قبل ما يفل انه هو في مشاكل مع حدا، لا ما نصحتي؟ ما قال لي، مش لي، لا أنا ما قال لي، ما أنا ما حد علمي إنه في مشاكل، ما معي خبر والله. أنا ما خبرك شو نهار عنده مشاكل مع حدا او حدا هدده؟ ولا حدا مخبرني انه مهدد ولا شيء ابدا. انا الاردن عم بقول لك، انا الاردن هن بس انا بدي يمسكوني هن لإلي، ما بدي الاردن تحكمهم، انا بدي احكمهم، انا بدي اعذبهم مثل ما ربطوا لي ابني وطرقوه بسكاكين، انا بدي ربطهم، انا بدي اطرقهم بسكاكين، بدي احرق قلب اهلهم. انا مش الدوله، مش الاردنيه، انا بدي اروح على الاردن. انا القضاء الاردني حياخذ لك حقك باذن الله. حقي، وانا بدي يكون بدي اشوف بعيني، بدي اقتلهم مثل ما قتلوا لي ابني. شو بتقولي كلمه لروح مازن؟ الله يرحمك يا ابني، الله يرحمك، انا نبهتك كثير بس معلي، الله يرحمك. شو نبهتيه؟ نبهته لانه رحت لهونيك شفت اجواء امرار يعني منا زياده، بس ابني لقول لك ليه، ابني عاطفي كثير وخدوم كثير، ومين يعني ما بيقول له بتلاقيه يا حرام بشيل اللقمه من تمه وبيعطيه اياها. الاردن كلها يعني عم بقول لك، رحت شفت هيك امي بقول له ما هالقد قلب طيب يا ابني، مش هالقد القلب طيب بيكون، صدقني ما كان يقنع منه. يا حرام اذا بيكون اللقمه عم ياكلها اجى حدا بيعطيه لغيره. بس الانسان الطيب عند ربه رحوم باذن الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. عوض بسلامتك، ما حنطول عليك، بعرف قديش انت مضايقه، بنقول لك الحمد لله يا رب، الله يا رب يصبرك وياخذ لك حقك وحق ابنك باذن الله، ونحن عندنا ثقه كثير كبيره بالقضاء الاردني باذن الله بياخذ لك حقك. وبدي كمان هون القضاء اللبناني كمان ياخذ لي حقي، بدي هون كمان لبنان بس السفارة اللبنانية بالأردن كمان حسب ما عرفنا أنه عم بيقوموا بواجبهم كرمت ينقلوا مازن لهون، بتحب توجهي لهم كلمة؟ أنا كتر خيرهم بدهم ينقلوا، بس بدي ياخذوا لي بطار ابني، بدي بس مش مهم ينقلوا لي إياه لابني لهون، أنا بنقله بمصرياتي، بس أنا بدي ياخذوا لي بطار ابني بس، ما بدي أكثر من هيك، ما بدي. الله يرحمه، الله يرحمه، يعني الله يرحمه. شو بدنا نقول؟ الله يرحمه ويطول بعمرك يا رب.